يا مساء الهنا عليكم. جيب رانجلر، ايه اللي خلى جيب رانجلر اصلا تطلع؟ في الحرب العالميه الثانيه العربيه دي كانت معموله للجيش الامريكي. طبعا الجيش الامريكي سأل كذا شركه ان هم يعملوا له عربيه صغيره واربع كاوتشات يستخدموها في الحرب. بعد كده طبعا جيب رانجلر طلعت بعدين وبقت عربية الناس بتحبها. الجيب الرانجلر عربية أصلا مش عربية تشتريها إن أنت تسوقها كديلي درايفنج كار. الجيب الرانجلر معمولة ان انت تطلع بيها سفاري، العربية تطلع بيها في الصحراء، تطلع بيها في حتت فيها رملة، فيها اي حاجة، بس ما تمشيش بيها على الطريق عادي. لو عايز طبعا تمشي بيها على الطريق عادي دي حاجة ترجع لك. بس الجيب الرانجلر اصلا في الاول كانت معمولة ميليتاري يوز في الحرب العالمية الثانية. متعة الجيب الرانجلر ان انت بتشتريها، في ناس كتيرة بتشتريها الهارد توب مش السوفت توب. بيشيلوا البيبان ويشيلوا السقف ويشيلوا كل حاجة. عربية جميلة تتساق في الصيف، ممتعة في سواقتها.